ستوب ستوب، عشان اللي بيحصل ده مش هيحصل. طالع من بيتك رايح لبنت ناس تخطبها وتتجوزها هتجيب ذهب ولو دبله. انا مش طالعه على الهوا بقول روح هات لي طقم ذهب كيلو ذهب، ولا روح هات 10 اطقم وتعالى تقدم لي. وكل واحده على حسب وضعها برضو، ما هو كل واحده انت رايح كل بيت ليه داخله، وكل واحده على حسب وضعها بيتجاب لها. ولكن خلينا ثابتين اقل ما فيها دبله ومحبس، دبله وتوينز. لكن ايه ابدل الذهب بالفضه؟ خير في حاجه يعني؟ هو مين قالك ان في حاجه زي دي تمشي؟ لا انت في مجتمع هيوافق بحاجه زي دي، ولا في دين قال كده، ولا في مجتمع قال كده، ولا في عرف ولا عادات ولا تقاليد. الحمله اللي معموله انت بتعمل نظام لنفسك. يعني انت النهارده عايز تروح لواحده تتقدم لها وتجيب لها خاتم فضه ب 500 جنيه، يبقى كله بقى الدنيا هتهيص بقى، يبقى كله يروح يخطب ويفسخ والعمليه تتسهل بقى. ده نمبر 1. نمبر 2، يعني ايه بلاش ذهب اصلا؟ طب ما بلاش جواز، مش معاك ما يلزمكش ما تطلعش من بيتكم تتقدم لاي واحده. ممنوع منعا باتا ان اي واحده تتنازل على ابسط حقوقها. دي ابسط حقوقي، القايمه والذهب دي اساسيات. طب مش معاك ما يلزمكش، يبقى ما تطلعش من بيتك.